يعني لازم تجيبني النادي يا حازم عشان نعرف نتبحبح بكلمتين. يعني ما شبعتش كلام في اجتماعات مجلس الثورة؟ كلامنا مع بعض غير كلامنا في المجلس يا شرقاوي. نتكلم في التليفون. لا 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 خلاص ما بقاش ينفع، الحيطان ليها ودان. تقصد ايه؟ ودان الأسرة في البيت ولا الودان التانية؟ الاتنين. ايه رأيك في المحاكمات؟ انت عارف رأيي في الأحكام العرفية. قانون العهد البائد لو طبقناه ممكن واحد من الأمراء البشوات الخونة اللي مالوا كروشهم بظلم الشعب ينفد بجلده من خطأ بسيط في الإجراءات. أنا عارف إن الثورات ليها قانونها الخاص. نستنى السنهوري لما يعمل الدستور. نستنى لما يهربوا ولا يهربوا فلوسهم؟ لكن الحقيقة في أحكام أصدرتها محكمتك في غاية القسوة. انتوا كمجلس اخترتونا للمحاكمة وحطيتوا قواعد. الراجل الكبير عاوز يخفف الأحكام. عبد الناصر هو في غيره شايل الهم والمسؤولية. الحقيقة جمال يجبرك تحترمه وتسمع رأيه، لأن عمره ما كان له أي مطامع ولا طلبات خاصة. برضو ما قلتليش إيه أخبار محاكمة الأمراء؟ تقصد البرنسيسة مرمر؟ أمال أنا عاوز أتكلم معاك ليه؟ أنت لسه بتحبها؟ يلا يا عم، أديك بقيت من حكام البلد وطلعت لفوق. وأنت الصادق. نزلناهم لتحت، صعبت عليا قوي وهي في القفص. أنت شفتها في المحاكمات وأنت على المنصة؟ أما حتة موقف. قعدت لدقايق واعتذرت عن المجلس، ما قدرتش. كان نفسي أنزل من على المنصة وأقول لها بحبك يا مرمر. أنت يمكن مش فاكراني، لكن أنا عايز أحميكي وأضمك وأمسح دموعك. مش قادر أنسى شكلها وهي بتقول أنا كنت أميرة صحيح، لكن عمري ما أذيت حد. أنا صحيح أخت مولانا الملك السابق، لكن ما كان ليش في السياسة. أنا قضيت حياتي كلها في الرياضة وتنسيق الحدائق والزهور. طول عمري بحب بلادي مصر والسودان. أنا مصرية منكم مش تركية. وإن كان على قصري ومجوهراتي أو ممتلكاتي خدوها، بس سيبوني اللي يعيشني مستورة في بلادي، أو ودوني منفى بس بكرامتي من غير بهدل. وبترجاكم بعد ربنا ترقفوا بحالي. طيب هتعمل ايه يا حازم؟ ده انت والمحكمة حاكمين عليها زي الباقيين لأنها أخت الملك. أمال أنا جبتك ليه يا شرقاوي؟ عشان أطلب استثناء من المجلس وانت تبقى بعيد عن الشك، مش كده؟ عشان خاطر يا شرقاوي، ده أنا بتحرق من جوايا علشانها. أنا مش وقفت معاك واستثنينا بنت أفندينا من المصادرة؟ ألو. أيوة يا سمو الأميرة، زينب معاكي. يا زنوبة، أنا محتاجاكي قوي. عينيا ليكي. كل الناس هربت مني، مفيش حد بيسأل عليا من شلة صاحباتنا في النادي غير أم كلثوم وليلى مران، والباقي كله جري. حتى البرنس حشمت حبيبي كنا خلاص هنتجوز، سجنوه بعد ما بهدلوني بتوع حركة وتمرد الجيش. ليه؟ دول سابولي كل ممتلكاتي وانتي؟ يا دوب سابولي مكان أعيش فيه والمجوهرات والتحف. عموما انتي وحشاني ومش هينفع في التليفون. تعالي لي العزبة اشوفك على خير. هتوديني في داهية، بترغي على راحتها في التليفون. فاكرة الدنيا زي زمان، لكن يا ترى بتوع الحركة دول هيعملوا معايا ايه؟ مامي. ايوه يا روحي. هنزل مصر، زهقت من العزبة، هروح لرامي. انا عاوزاكم هنا، عاوزة اشوف هنعمل ايه في ممتلكاتنا. اتصرفي يا مامي، وانا اذا كنت هنا النهاردة فبكرة هرجع اوروبا. باي. ولا دريانين بحاجة، ودلوقتي ملكيش سند الا عقلك وتفكيرك وذكائك يا زينب. العهد الجديد ورجالته. يا ترى يا زينب لو كنت مكانهم هتعملي ايه؟ اسأل صاغ البوليس الحربي رأفت. طبعا ما كانش ينفع في التليفون، كان لازم اجيلك يا زنوبة قلبي. قوليلي بقى امتى هتوافقي ونتجوز؟ ما انكرش وقفتك معايا وجمايلك،
لكن معلش نستنى شوية. قولي، تفتكر هيصدروا الأراضي الزراعية؟ هقولك، بس أتوسل إليكي ما تجيبيش سيرة لحد وحياتك. فعلا مجلس قيادة الثورة بيدرس قانون اسمه عدالة توزيع الأرض أو الإصلاح الزراعي. قول لي، الراجل الكبير رفض انك تزور بنت افندينا حتى ولو تعزيها؟ ما قالهاش صراحة. انت عارف جمال حي وحساس وبيراعي كرامة غيره، لكن انا حسيت مش متحمس لزيارتي ليها. انا لو منك ازورها من ورا الكل. العيون كتيرة ودبة النملة بتوصل، وبعدين الراجل معاه حق، انا مقتنع برأيه. قصدك زيارة اي حد منا لأسرة الباشا اللي انتحر كرها في الثورة زي ما هو مشاع يوصمنا كمجلس؟ تشويه وتضارب في الخط اللي رسمناه في الاجتماع، ولازم كلنا ننفذه حتى لو ضد مصالحنا الشخصية. بيتهيألي شوكت باشا ما انتحرش تاني؟ الله، احنا ما صدقنا قفلنا الملف، واهم شيء حافظنا للأسرة دي بعون الله على قصورهم وممتلكاتهم ورصيد البنوك، وانا وانت جبنا الاستثناء من جوه انياب النمور في مجلس الثورة. انت بتحب زينب هانم، وانا اول واحد يقول الحب مش عيب. ما انكرش انها حبيبة عمري، وكان بينا حب عفيف طاهر وهي لسه فلاحة بسيطة قبل ما تتجوز الباشا. لكن ما تنساش كمان انها مرات الراجل الجدع الوطني الله يرحمه ويحسن اليه. خليك عملي، خلاص بقت أرملة محتاجة حماية. اقتحم، الإشارات مفتوحة وممر الإقلاع فاضي. فوت بقى وافتح المحركات على أقصى سرعة. قاذف قنابل على طول يا حازم، عاوزهم يتهموني ان انا كنت بحافظ على ممتلكاتها طمعا فيها وفي الممتلكات. مشكلتنا أنا وأنت تقريبا واحدة يا شراوي. لكن ايه اللي فكرك بحكاية بنت أفندينا؟ علشان عندي معلومات ان الصاغ بتاع البوليس الحربي بيغني عليها من يوم تحقيق الانتحار. بتقول ايه؟ الأخطر انه فهمها ان هو اللي استثناها من المصادرة. مش ده المهم، الاستثناء اللي حصل منه ومني مش مهم، لكن الخطورة في لعبة الواد ده. هو اسمه ايه؟ اطمن، هو اسمه رأفت منصور، وسيبهولي انا حلم الموضوع، ومفيش داعي الراجل الكبير يعرف. وغدا. تمام يا فندم. مش قادر املي عينيا منك واطفي الشوق. احنا مبسوطين منك قوي. لا، أنا بقول هحول الأرض الزراعية يعني لمشروع مواشي. مجرجرانا على فين في نصاص الليالي يا توحيدي؟ بترمي بلاك على الأميرات والهوانم؟ احنا قطاع طرق، ايوه، لكن عندنا شرف.